يعتبر مصمم الأزياء والرسام الفرنسي إيف سان لوران من أعظم المصممين في تاريخ الموضة، والذي أحدث ثورة في الأزياء والعطور والأكسسوار، وكان مثل غيره من عظماء العالم قد عشق المغرب وجعل منه مصدر إلهام. في سنة 1966 حل إيف سان لوران وصديقه بيير بيرجي بمدينة مراكش، وبالضبط في فندق المامونية العريق، وهناك صعق الفنان بجمال المدينة الحمراء، وقد وصف شعوره بهذه الكلمات: حينما استيقظنا وجدنا الشمس جاهزة، شمس المغرب التي تفتش في كل الأركان. كانت العصافير تغني وجبال الأطلس المغطاة بالثلوج تحجب الأفق، وكانت روائح الياسمين تصل إلى الغرفة. هذا الصباح لم ننسه أبدا، لأنه نوعا ما كان المحدد لمصيرنا. بعد ذلك اشترى سان لوران بيتا في المدينة القديمة لمراكش يسمى دار الحنش، ولذلك رسم ثعبانا في جدار البيت، وهذا الرسم سيصبح هو اللوغو الخاص بسان لوران. بعد ذلك أصبح المغرب مصدر إلهام للمصمم العالمي، وأصبح يزوره مرتين في السنة، في ديسمبر ليستلهم تصاميم الشتاء، وفي يونيو ليستلهم تصاميم الصيف. يقول سان لوران عن تأثير مراكش في فنه: بعد ذلك فقد أصبحت متذوقا للضوء والألوان، أو بعبارة أدق، الضوء فوق الألوان. في كل ركن من أركان مراكش تجد مزيجا مبهرا من النصاعة والأشكال، رجال ونساء يرتدون قفاطين يمتزج فيها الوردي بالأزرق والأخضر والبنفسجي. ثم استطرد قائلا: هذه المدينة علمتني ما هو اللون، وأنا احتضنت ضوءها وقدرتها الفادحة على مزج الألوان وابتكاراتها الفائضة بالحماس. في سنة 1980 قرر سان لوران وبيير بيرجي اقتناء حدائق ماجوريل التي كانت مهددة بالإزالة وإنشاء عقار مكانها، واشتريا الفيلا الموجودة فيها أيضا. تلك الحدائق التي أنشأها جاك ماجوريل وجلب لها نباتات من كل أنحاء الأرض. وأعاد سان لوران تصميم الفيلا وسماها فيلا الواحة. وعن سبب إعجابه بالفيلا قال سان لوران: لقد سحرتني هذه الواحة التي تتحد فيها الطبيعة مع ألوان ماتيس. وخلال اكتشافهم للمغرب وقعا في حب طنجة عاصمة البوغاز، والتي كانت محجا لعظماء الفنانين مثل بول بولز، تينيسي ويليامز، سامويل بيكيت، جون جوني أو جيمي هندريكس. واشتريا فيها بيتا يسمى فيلا مبروكة ليقضيا فيه الصيف كل سنة. وقال لوران عن مدينة طنجة: أحس كأنني في بلدي في كل مكان أذهب إليه، أشعر بالسعادة في كل أنحاء البلد، وخاصة في طنجة، إنها مدينة متعددة الثقافات، يشاهد منها المغرب إسبانيا ويمد يده إلى أوروبا. قضى سان لوران عقودا طويلة في المغرب يكتشف سحره ويستلهم ثقافته، وكان أول من أدخل التراث الأمازيغي إلى الموضة العالمية. وبعد رحيله في 2008 أقام له صديقه بيير بيرجي متحفا باسمه في المدينة التي أحبها، تلك المدينة التي قال عنها بيير بيرجي نفسه: لا توجد مدن كثيرة في العالم تجذبك بقوة وتسحرك مثل مراكش، مدن وبلاد قليلة تضاهيها.